السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن لوحات التحكم. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزلية وعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. موجود معانا حضراتكم لوحة تحكم راكب عليها ترموستات فوكس كوري 4 مرحلة، شغلنا كله كوري بفضل الله. ترموستات فوكس كوري 4 مرحلة لتشغيل دفاية وشفاط وخلايا تبريد وانذار لارتفاع درجات الحرارة، وتايمر حضراتكم شغال على نفس الشفاط للتهوية وسحب الامونيا من داخل مكان التربية. الشفاط حضراتكم بياخد امرين، امر من الترموستات في حالة ارتفاع درجات الحرارة، والامر الثاني من التايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. مفيش مشكله حضراتكم لو الشفاط خد امرين في نفس الوقت، امر من الترموستات والامر الثاني من التايمر، مش بيحصل معانا قفله ولا اي حاجه، والاولويه طبعا حضراتكم بتكون للترموستات. وتايمر تاني حضراتكم شغال لخلايا التبريد. بننصح دايما حضراتكم تركيب تايمر على خلايا التبريد عشان خلايا التبريد ما تكونش شغاله معانا باستمرار وترفع معانا الرطوبه في المكان. افضل وقت حضراتكم بنظبط على التايمر خلايا التبريد يكون دقيقه تشغيل وخمس دقائق ايقاف. دقيقه تشغيل ان الورق يتغرق ميه، وطبعا خمس دقائق ايقاف الورق مش هيلحق معانا يجف، فبالتالي كده الرطوبه مش هتعلى معاك في المكان، لان الخلايا التبريد بتشتغل وتفصل. كمان الغاطس هيرتاح معاك، مش هيفضل شغال على طول. كمان هتوفر استهلاك الميه اللي الخليه بتستهلك طبعا ميه بكميه كبيره. يعني بننصح دايما بتركيب تايمر لخلايا التبريد. التايمر حضراتكم بياخد امر من الترموستات، يعني بنبرمج الترموستات على درجه الحراره اللي احنا عايزينها للخليه، والترموستات تدي امر للتايمر والتايمر يدي امر لخلايا التبريد حسب ما احنا ظابطين زي ما وضحت لحضراتكم. دقيقه تشغيل وخمس دقائق ايقاف. وتايمر ثالث حضراتكم لتشغيل الفانات، لان اللوحه خارج معاها مجموعه فانات، وطبعا اللمبه لقراءه الفولت، مفتاح الطوارئ بنضغط عليه في حاله وجود اي مشكله لا قدر الله. بالنسبه لحضراتكم للتقفيل والتامين بيكون على اعلى مستوى زي ما واضح امام حضراتكم، عشان خاطر ما يحصلش اي مشكله او اي ماس ما بين السلوك. زي ما واضح قدام حضراتكم اربع كوندكتورات لكل مرحله، كوندكتور الدفايه، كوندكتور الشفاط، كوندكتور خلايا التبريد، وكوندكتور الخاص بالفانات. شغلنا كله حضراتكم بيكون كوندكتور، مش شغالين في الريلي. والسلوك حضراتكم بيكون سلك سويدي محمل متقفل بترامل عشان ما فيش اي سلك يسيب من مكانه ولا اي حاجه. طبعا هنا طريقه التوصيل بتكون سهله جدا. طبعا حضراتكم اتنين مفتاح قاطع للكهرباء العمومي. طبعا حضراتكم سلك الحساس بنطولينه، وبننصح دايما حضراتكم بالترموستات الكوري، لان الحساس زي ما وضحت قبل كده بيكون حساس استانلس دقيق جدا في قرايه درجات الحراره. كده حضراتكم بالنسبه للوحه عليها ترموستات فوكس 4 مرحله و3 تايمر. موجود لوحه ثانيه حضراتكم برضه ترموستات فوكس كوري 4 مرحله و2 تايمر، تايمر على الشفاط والتايمر الثاني برضه للفانات. طبعا حضراتكم اللوحه دي خارج معاها مجموعه الرطوبه، معاها الفانات، وطبعا معاها خلايا تبريد، ده غاطس خلايا التبريد، ومعاها شفاط 60 في 60 اتحاد اوروبي، ومعاها الترمومترات ومفتاح السرعات الخاص بالشفاط. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم. لوحه تحكم فوكس 2 مرحله، فوكس 4 مرحله، اتش بي، تي بي. جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه وعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه العجانه مدينه نصر القاهره، ويوجد شحن لجميع المحافظات. ومن على اللوكيشن تبحث من اي مكان عن مؤسسه ابو مالك هتظهر لك على طول. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.